بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ميرنا ماهر حلمي مرزوق، محافظة أسيوط، مركز أبو تيج. أنا طالعة النهاردة علشان أقول للدنيا كلها إن أنا ربنا أنعم عليا بنعمة الإسلام. تاني حاجة، أهلي عمالين يقولوا إني أنا مخطوفة. أنا مش مخطوفة، وعلى فكرة أنا بلغتهم بدل المرة 2 و3 أنا مش مخطوفة، وقلت لهم إني أنا أسلمت، وهم برضو في دماغهم إن في ناس ضحكت عليا زي أي حد، واحد ضحك عليكي، واحدة ضحكت عليكي ودخلتك الإسلام والكلام ده كله. أولا أنا سافرت القاهرة يوم 11/9، صبحت القاهرة يوم 12/9. أول ما صبحت دخلت على مجمع البحوث الإسلامية في مدينة نصر، رحت علشان أعمل إجراءات الإسلام. أول ما دخلت قالوا لي احنا لازم طالبين منك صور شخصية. انا ما كانش معايا صور شخصية، رحت صورت الصور الشخصية وطلعت فوق. خدوا الاجراءات زي اي حاجة. دخلت هناك قالوا لي اسمك ايه؟ قلت لهم ميرنا ماهر حلمي، وخدوا مني البطاقة تحت. طلعت فوق. اول ما قعدت الراجل اللي هناك بيقول لي يا استاذة انت جاية تعملي الموضوع ده؟ في حد ضاغط عليكي؟ في حد ما يخليكي تعملي كده؟ في حد محرضك ان انت تعملي كده؟ قلت له والله العظيم ابدا. اول ما دخلت خد الاجراءات وبيجي يكتب طبعا هو اجراءات، وكتبني تقرير اقر انا ميرنا ماهر حلمي بكذا كذا كذا، اني محدش ضغط عليا وان انا داخله الموضوع ده برغبتي. تاني حاجه قال لي انت عايزه تغير اسمك؟ قلت له مش هينفع ان انا اغير اسم، لاني انا اسمي طبيعا انا بقى زرعه كلى، والاسم ده موجود في اوراق في نفاذة الدوله والقرارات، انا مش هقدر اغيرها. وبالطبيعه لو غيرت الاسم فهتطلع لي البطاقه باسم جديد، فاضطريت اني انا ما اغيرش اسمي علشان بعد كده لما اجي اصرف علاجي بس اللي هو يتغير من مسلمه، من مسيحيه لمسلمه. بعد كده اتجهت عند خالتي في شبرا الخيمة، قعدت عندها 4-5 أيام. بجيت بقى امشي يعني باخد علاجي، يوم اعمل تحاليل، يوم اخد علاجي، يوم اكشف، يوم اصرف علاج. كانت الدنيا ماشية على كده. بعد ما استلمت الشهادة بتاعتي اتجهت لوزارة العدل، اختموا الشهادة ب3 أختام. بعد ما اختموا الورقة قالوا لي تطلعي بيها على السجل المدني علشان تغيري بياناتك من السجل المدني، هياخدوا يستلموا منك الشهادة من مسيحية لمسلمة. بعد كده انا ما قدرتش بقى، بعد ما المشوار كان صعب عليا ومواصلات ومصبحة من بالليل لتاني يوم الصبح، قلت خلاص مش هينفع، لاني لو سلمت الورقة دي في السجل المدني مش هتبقى معايا شهادة، فاضطريت ان انا احتفظ بيها لحد ما اعلن اهلي، فبالتالي بياناتي ما اتغيرتش في السجل المدني. فاهلي بيقولوا ان احنا استخرجنا شهادة ميلاد وانتي مسيحية، بس انا في الحقيقة انا مسلمة، انا الان مسلمة، بس مرضتش اسلم الشهادة اللي معايا علشان اقول لاهلي اني انا اسلمت. وبعد ما قلت لهم اني انا اسلمت بقت المراقبة عليا من جميع الجهات منهم. اول حاجة ان هم اتجهوا لشبرا الخيمة، جسم اول شبرا الخيمة. شبرا الخيمة قالت لهم التجئوا للمكان اللي هي تابع فيه. راحوا المركز بتاع ابو تيج وعملوا عايزين يعملوا محضر تغيب. الضابط بيقول لها يا امي انت عايزه تعملي محضر؟ قالت له عايزه اعمل محضر، بنتي متغيبه لها 4 أيام. قال لها ازاي تعملي محضر بنتك ليها متغيب 4 أيام؟ لسه فاكره تعملي محضر دلوقتي يا ماما؟ راحت بعدها على طول اللي كان جوزي بقى راح الجسم وبيقول لهم الاستاذه بعتت كذا 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 ليا. قالوا له لما هي اسلمت وبعتالك انت عايز ايه؟ شويه كلام حصلوا، قال لهم انا عايزه اتبرى منها او حاجه زي كده، فقالوا له احنا ما عندناش الكلام ده ومشوه. تاني حاجه ما لقيوش فايده من جسم ابو تيج، التجأوا لمصر تاني. اولا انا بعد ما عملت واسلمت وخلصت كل حاجتي بعت جوابين، جواب للامن الوطني اللي هو امن الدوله بتاع اسيوط، وبعت جواب تاني لجسم ابو تيج في صوره بطاقتي وفي صوره الشهاده بتاعتي الاسلام، وفي جواب كنت كاتبه فيه كلام اني انا ما يعتبرنيش متغيبه او هاربه، لاني انا بعد ما عملت المشوار ده اي اهل ممكن يمسكوا البنت يذبحوها. بعد كده اختفيت فترة طويلة،
عرفت بالاخبار انهم ظالمين واحده صاحبتي اسمها اميره. اميره دي من بيت ابو علام، تمام. اميره دي كانت صاحبتي وانا كنت فاتحه محل في شارع ابو غديري كوافير. تاني حاجه، اميره كانت بتروح وتيجي عليا كانها زبونه عاديه، صحابنا وعرفنا بعض ومشينا مع بعض كتير. بس والله العظيم ما عمرنا ما اتكلمنا في حوار الدين ولا الديانه ولا مسيحيه ولا مسلمه، كنا اخوات واحنا في الطبيعه اخوات يعني. جينا بعد كده اميره حصل معاها مشاكل وضغوط كتير من اهل باباها، فاضطريت ان انا ابعد، كانت في معاها مشاكل. مشيت في حواري والتجأت لربنا، رميت حملي كله على ربنا واسلمت الحمد لله. تاني حاجة ان هما بيقولوا ان في على التواصل الاجتماعي في واحد اسمه استاذ رمضان عبده. اولا رمضان عبده ده راجل كان شغال في ابو تيج في مكتب تذاكر. انا بما اني بتردد على القاهرة في الشهر مرتين وثلاثة، بالتالي كان في غيره وغيره كتير، ناس كتير بدون ذكر اسماء كانت بتساعدني، حتى لو مفيش تذاكر بيطلعوا لي تذاكر. الراجل ده حتى لو مفيش تذاكر كان بيجمع لي من الطوارئ وكان بيخدمني علشان خاطر مرضي. التجأت بعد كده لناس كتير، يعني هو ما بيبقاش دايرك شغال 24 ساعة، يعني اكيد انتوا عارفين بالموضوع ده ان ناس بتاخد ورديات وناس بتستلم من ناس. ناس غيره كانوا بيساعدوني، وبسبب مرضي انا ما كانوش بيخلوني اقف على الشباك، كانوا بيخلوني ادخل من جوه، رغم ان المكتب ده فيه عهدة وممكن حاجة تضيع من هناك. الراجل ده والله العظيم مالو دعوة بأي حاجة، وانا طلعت النهاردة عشان ابرئ كل واحد هيودوه هما في 60 داهية. حرام عليكم اللي بتعملوه في الناس، كفاية اللي عملتوه قبل كده. الراجل ده كان بيساعدني علشان خاطر مرضي، وانا طالعة النهاردة علشان اقول الراجل ده مالوش اي ذنب، والدين الاسلامي داخلاه برغبتي، والله العظيم داخلاه برغبتي، ولو فيها موتي انا مش هرجع، انا مش عايزة ارجع. كفاية الناس اللي اذيتوها، سيبوا الناس في حالها، انا اللي عملت كده بارادتي. كفاية بهدلة، كفاية كلام عن النت من كذب ومن سح. انتوا التجأتوا للجسم وما عملكمش حاجة، لاني بالتالي انا باعتة وبقول كذا 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 اني اسلمت. في ايدهم ايه يعملوه لكم؟ يجيبوني عشان تموتوني؟ وحتى لو هرجع عشان تموتوني هموت وانا على دين الاسلام، مش عايزة اغير ديانتي. والله العظيم ولا اميرة ليها ذنب، ولا رمضان اللي اسمه رمضان عبده ده ماليه اي ذنب. انا دخلت الاسلام برغبتي وبارادتي وبدون اي ضغط عليا، والدين ده محدش بيقدر يعني يخسف فيه على حد. يعني مش معنى صح دي مش كوباية مية تشربها ولا لا. انا هعيش باقي كفاية الايام اللي عشتها، انا الحمد لله انا بعيش باقي ايامي على نور وعلى حد. كفاية بهدلة للناس، ارحموني وسيبوني في حالي، مش طالبة منكم غير انكم تسيبوني. انا كلمت ماما واختي وبدر، كلمت امي ودينا ماهر ومريان ماهر ومينا ماهر، وكلمتهم وقلت لهم انا مرتاحة على وضعي كده، اسلمت ومرتاحة، ابعدوا عني، هتقبلوني على وضعي هكلمكم، ومفيش حد بيتبرى من اهله ولا من امه، تمام. تاني حاجة قالوا لي ارجعي، ولو انت كنت بتعمل المشوار ده علشان تطلقي من جوزك، احنا عندنا استعداد نطلقك في 3 شهور. قلت لهم مش هرجع، وكلموني وكلمتهم وقلت لهم انا مش مخطوفة، وبرضه عمالين يأذوا في الناس ويقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، والراجل ده اللي خاطفها. انا والله العظيم ما مخطوفة، انا عندي استعداد اظهر، بس مين يضمنني ان لو ظهرت محدش فيهم يعمل فيا حاجة. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. كفاية بهدلة للناس، كفاية كلام عن النت من كذب ومن سح، كفاية. انا حتى علاجي مش عارفة اطلع استلمه بسبب اللي هما بيعملوه، وان هما لو مسكوني ممكن مش ضامنة يعملوا فيا ايه. انا النهاردة طلعت واقول في الفيديو اني ولا الاستاذ رمضان عبده ليه اي ذنب، ولا اميرة ليها اي ذنب، والله العظيم ما في اي حد ضاغط عليا، ولا اي انسان كان يعرف بموضوعي، لاني كنت بعمل كل حاجة في الخفاء.
ويوم ما رحت عند خالتي وقعدت 4 ايام انا كنت على طبيعتي تماما، كانت الشهادة معايا في اول يوم اروح لها. اي نعم كان مرهقة شوية لان ده سفر ومن ليل لصبح ومشاوير ومدينة نصر، كنت مرهقة، بس مش مرهقة كمخدر ولا كبرشام مدينهولي يمسح لي الذاكرة، لا. اللي زارع كده ممنوع عليه اي برشامة غلط، لان ممكن اي برشامة ياخدها يروح في 60 داهية. ورحت ومشيت من عند خالتي على طبيعتي، وخالتي بقت تقولي خليكي، قلت لها لا يا خالتي انا همشي، انا خلصت اللي ورايا وهمشي. وبالتالي كلمت امي وانا في عربيات رمسيس وقلت لها انا جايه البلد، لاني بالطبيعه لو قلت لها ان انا مش جايه واسلمت الدنيا هتخرب عليا في ثانيه. انا كلمتهم بدل المره 2 و3 وحذرتكم وقلت لكم بلاش تأذوا حد علشان ما اطلعش اعمل فيديو واقول كذا 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 كذا، وانتوا برضو مصرين ان الشهاده مزوره. الشهاده مش مزوره، لو مزوره ما كانش يبقى فيها اختام حقيقيه. انا هصورها لكم دلوقتي ثانيه. لو الشهاده مزوره هيبقى فيها اختام كده، كان هيبقى فيها اختام وختم النسر كده. انا طلعت وقلت كل اللي عندي، وبالطبيعه ان الجسم مش عايز ياخد اي خطوه، لان الجسم عارف ان انا اسلمت وانا عارفه كده. فكفايه بهدله، كفايه بهدله، وسيبوني في حالي. هتقبلوني على وضعي كمسلمه خيرا كان، مش هتقبلوني يبقى انسوني، اعتبروني مت، اعتبروني مهاجره مسافره، زي ما تعتبروها اعتبروها. تاني حاجه، انا بدجج على مشوار اميره ورمضان، ولا اميره ليها ذنب ولا رمضان ليه اي ذنب. اميره كانت صاحبتي، ورمضان كان راجل بيخدمني، وغيره 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 في المحطه. وانا عايزه الجهات تروح وتسال ان رمضان كان بيساعدني لوجه الله ان يلاقيلي تذاكر، والراجل ده انا عمري ما شفت منه حاجه وحشه ولا اي حد في المكتب، وكلهم كانوا عارفين مين ميرنا، وكلهم كانوا زعلانين عليا بسبب مرضي وبسبب سني الصغير. تمام. بدجج تاني، كفايه ظلم في الناس، كفايه اللي عملتوه. انا مش هتكلم واقول ايه اللي انتوا عملتوه، علشان مش عايزه الكلام ده. لو رحت الجسم او رحت الامن الوطني ساعتها هقول كل حاجه، لكن كلام على النت مش هينفع اتكلم، وانتوا عارفين ايه اللي انتوا عملتوه كويس. انا كلمتكم وجيت اقول لكم بلاش تقولوا عليا ان انا مخطوفه. انا اسلمت واسلامي صحيح، ولا في لف ولا في غش، لاني لو في حد ضحك عليا او في حد مخليني اعمل كده بالطبيعه اسلامي هيبقى كاذب، لان مفيش واحده بتسيب ديانه وتروح لديانه علشان خاطر بني ادم، او علشان خاطر حد ضحك عليها بكلمتين. انا مش صغيره، انا عندي 24 سنه وعارفه انا بعمل ايه، واللي مريت بيه في الدنيا مش قليل. وثانيا بيقولوا اني انا اسلمت علشان رمضان او رمضان خاطفني. رمضان مين؟ انا كنت متجوزه، وبعد الوساخه والقذاره اللي شفتها من جوزي الاولاني انا مش عايزه اتجوز تاني. كفايه كلام، كفايه كلام وكذب على الناس. فيها ايه يعني لو كنتوا خفيتوا خبر وقلتوا ان انا اسلمت؟ ليه مخطوفه ومش مخطوفه ومخدر ومش مخدر وخاطفينها والكلام ده كله؟ لو مخطوفه ما كنتش كلمتكم، لو مخطوفه زي ما انتوا بتقولوا ما كنتش طلعت قلت يا امي انا مش مخطوفه وانا كويسه واسمعيني والحوارات دي كلها. ليه عاملين ده كله؟ انا واحده وطالعه بقول لكم انا اسلمت، ابعدوا عني. عايزين ايه تاني؟
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.